البرنامج بتاعنا لياقة الصباح واستراحة الصباح، وبنكمل تمرينات اللياقة بالأجهزة. اتكلمنا قبل كده كل حلقة من تمرينات اللياقة بالأجهزة بتشد العضلات، غير طبعا لما بتبدأ تعمل ريجيم لوحده عضلاتك بتخس بتراخص. لما بتلعب بالأجهزة بتشد العضلة. بنتكلم النهارده عن تمرين الليج اكستنشن لتمدد العضلات لعضلة الفخذ. بيورينا الكابتن وهدان ازاي طريقة الأداء. هنعمل 15 تكرار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. طب أعزائي المشاهدين، مهم جدا لما بتيجي تتمرن تعرف كل تمرين بيفيد أنهي عضلة عشان عملية التركيز الذهني اللي اتكلمنا فيه مرة قبل كده. ازاي تفكر في العضلة اللي بتتمرن لها بتستفيد أكتر. هنشوف مرة ثانية تمرين مع الكابتن خالد. اتفضل. طبعا ممكن نعمل أداء التمرين وانت في وضع الجلوس، ممكن أداء التمرين في وضع الركود على الضغط. ابدأ كابتن خالد. 1 2 3 4 5 6 7 8. فوق. خلينا من وضع الجلوس. في فرق صغير. وضع الجلوس بيفيد اكتر منطقه اللي فوق العضله اللي فوق الركبه والعضله والراس الخارجيه للكوادر سبس. الوضع الركود بيفيد المنطقه اللي فوق الفخذ اكتر. فالناس اللي بيحبوا يخففوا الدهون من منطقه الفخذ التمرين ده مهم جدا لهم ومفيد. نعمل مره ثانيه كابتن خالد 8 مرات 8 تكرارات. 1 2 3 4 5. نلاحظ التكرارات الثمانية بتكون أداء بطيء، تركيز. طب أعزائي المشاهدين، بنرحب بكم، بنرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، ونشكر الإخوة المشاهدين اللي بيتابعوا البرنامج. طبعا أنا في ناس كتير بتبلغني رد فعل كويس، مش بس بيمدحونا بينتقدونا، وده اللي بنرحب بيه دايما. بيقولوا ايه اللي هم بيطلبوه، ايه اللي مش بيعجبهم في البرنامج، واحنا دايما بنحسن الاداء وهنقدم لكم برامج كتير مختلفه ومفيده. وبنستقبل اسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج 2 4 5 0 1 6 1. وللقاء في حلقه قادمه باذن الله. مع السلامه.